الدليل الشامل لكل حاجة في رمضان. عايز تزيد، عايز تخس، عايز تحافظ على وزنك، عايز تعرف تتمرن امتى، تاكل ايه، تشرب ايه، المكملات، كل حاجة بتدور في بالك هتلاقيها في الفيديو ده. خليكم معايا. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دولاس فيتنس جايد. النهارده جه الوقت بعد ما هل هلالك يا رمضان والشهر قرب علينا ان احنا نبتدي نحط الخطة اللي تساعد كل واحد فينا ان يطلع من الشهر الكريم ويكون حقق الاهداف اللي هو نفسه يوصل لها. طبعا دايما هتكون الاهداف في رمضان هي اهداف دينية اكتر منها اهداف دنيوية، بمعنى ان الفوكس الاول والتركيز الاساسي عندك في الشهر الكريم هو على العبادات. اي حاجه هنقولها النهارده انت شايف ان هي باي شكل من الاشكال هتلهيك عن العباده، ابعد عنها تماما. انا عامل الفيديو ده عشان احاول ان انا اساعدكم، فما تخلينوش ان انا ابقى في الاخر شلت وزر باي سبب من الاسباب. فخلينا كده نبتدي مع بعض نتكلم في ايه هي الحاجات اللي هنخوض فيها في الفيديو بتاعنا النهارده. انا كاتب زي فهرس كده وشويه نقط في الكراسه اللي قدامي دي، بحيث ان انا ما اسقطش اي حاجه وانا بتكلم معاكم، وان شاء الله نغطي كل حاجه. مبدئيا المواضيع اللي هنتكلم فيها هي كالاتي: معاد التمارين في رمضان، بناء العضلات ازاي تعمله في رمضان، خسارة الدهون ازاي تعملها في رمضان، شرب المية والخريطة الامثل اللي تساعدك انك بانتهاء اليوم تبقى فعلا شربت الكمية اللي انت المفروض ان انت تشربها، شدة التمرين في رمضان المفروض تكون عاملة ازاي، الكارديو بتاعك المفروض يكون ايه شكله، وايه الحل السحري للكارديو في رمضان. في حل سحري هتاخد بيه ثواب وهتخس بيه دهون، الاتنين في نفس الوقت. المكملات بتاعت رمضان وهنقسمها لفرعين: مكملات اساسيه ومكملات فرعيه. وفي مكمل هيبقى فيهم زي كده بونص، ده هيبقى مكمل حرفيا سحري لخساره الوزن. وانتوا عارفين ان انا ما بقولش كلام هنتاشا يعني، ولا بقول جمل من اجل السوشيال ميديا، فهو فعلا في مكمل سحري في رمضان وهعلمك ازاي تستخدمه. النوم في رمضان وازاي نتعامل مع الموضوع ده بالذات. اخر نقطة واهم نقطة هنتكلم فيها في الفيديو بتاعنا هو الاختراعات الرمضانية. والمقصود بالاختراعات الرمضانية اللي هي بقى الحاجات اللي هم بيقعدوا كل رمضان يفتكروا لنا فيها: المبقعة والمفقعة والمرقعة والكلام اللطيف بتاعهم ده، والعزومات ازاي كمان نتعامل معاها. قبل ما ابتدي ان انا اخوض في الموضوع، حابب اقول لكم ان في شهر رمضان الكريم هيبقى عندنا ريسيبس كتير جدا على التشانل، بنحاول ان احنا نوفر لكم بدائل صحيه للحاجات اللي انتم مش هتبقوا بتاكلوها بطبيعه الحال. فدي حاجه هتبقى من الكونتنت الاساسي للقناه ان شاء الله، هتبقى حاجات سهله جدا في التحضير. وهيبقى عندنا فقره اسبوعيه بنلم الاسئله من على البلاتفورمز التانية ونبتدي نعملها في شكل اسئله واجوبه رمضانيه على اليوتيوب. فهتبقى بنرد على اسئلتكم، المشاكل اللي بتقابلكم في رمضان الى اخره، فبنحاول قدر المستطاع ان احنا نساعدكم على مدار الشهر الكريم كله. طيب نبتدي باول نقطه وهي ميعاد التمارين في رمضان. امتى تتمرن في رمضان؟ لما نيجي نتكلم عن ميعاد التمرين في رمضان لازم نقسم الناس لنوعين: ناس ما ينفعش ومش مناسب لظروف حياتهم غير ان هم يتمرنوا قبل الفطار، ده بيبقى بطبيعه الحال هو شخص ظروف حياته بتفرض عليه الكلام ده. وناس تانية تقدر تتمرن بعد الفطار. خليني اقول لكم ان دايما هيبقى السيناريو الامثل ان انت تتمرن بعد الفطار، مش عشان الاكل لكن عشان شرب الميه. طبعا الاكل هيساعدك على البرفورمانس الى اخره، لكن قله شرب الميه هيضرك. هيجي فئه من الناس تقول لك: طب انا ظروف حياتي ما ينفعش غير ان انا اتمرن قبل الفطار، اعمل ايه؟ طيب حاول ان انت تتمرن قبل الفطار مباشره، يعني يبقى بينك وبين الفطار 45 دقيقه وتبقى هي دي مده تمرينك، يا دوبك تتمرن وتقوم فاطر على طول. تفطر بقى مثلا على ميه وتمر الى اخره وتكسر صيامك وتروح تاكل في البيت، او تشرب شيك على طول اول ما الاذان ياذن، ايا كان ايه هو شكل كسر الصيام بتاعك وقتها. لكن حاول ان يكون في مراعاه لحاجه معينه. انت وانت بتتمرن لو ابتديت ان انت تحس بدوخه او ابتديت ان انت تحس بصداع شديد، ارجوك وقف التمرين. ده معناه ان انت فقدت كميه ميه والكترولايتس اكتر من اللزوم، وابتديت ان انت ضغطك يقل، فدي حاجه مش كويسه. واحنا بنحاول ان احنا نتمرن عشان صحتنا مش عشان نضر نفسنا. طيب الناس اللي هي هتتمرن بعد الفطار، بعد الفطار مباشره، دي ناس
بتصلي المغرب زي حالاتي كده وتروح على الجيم على طول. طيب ايه السيناريو الافضل؟ السيناريو الافضل ان انت تكسر صيامك على ميه وتاخد معاك حاجه تشيك تشربه في المسجد. تنزل المسجد شيك فيه مثلا بروتين وفاكهه، اي شيء، اي حاجه سريعه الامتصاص تشربها وخلاص. ويعني يفضل ان الحاجه دي يا اما تضيف ليها شويه ملح ولا حاجه من اجل الالكترولايتس، او ان انت على مدار التمرين يبقى معاك حاجه بقى فيها الكترولايتس تساعدك في التمرين بتاعك، وتروح تتمرن التمرين بتاعك. في فئه تانية من الناس، وده هيبقى سيناريو افضل من الاولاني، هتتمرن بعد صلاه التراويح، هتبقى اكلت وجبتين ولا حاجه وتتمرن. ده هيبقى افضل بيرفورمانس، لكن مع مراعاه ان انت ما تهملش صلاه التراويح عشان تروح تتمرن، ده كلام فارغ. في فئه ثالثه من الناس بتتمرن قبل اذان الفجر، ودي فئه قليله، لان الجيمات اللي بتوفر الاوبشن ده وبتفضل فاتحه لحد الميعاد المتاخر ده ما بتكونش جيمات كتير. فيعني لو انت من الناس دي بتبقى حاجه كويسه جدا تتمرن وتروح تتسحر وتنام، بس راعي ان انت تشرب كميه ميه كويسه على مدار اليوم. ده بالنسبه لموضوع التمرين. طيب نيجي نتكلم على النقطه الثانيه في الفيديو بتاعنا اللي هي بناء العضلات في رمضان. خلينا نتكلم على ان بناء العضلات في رمضان اصعب بكتير من خساره الدهون. ده ليه؟ ده بسبب ضيق الوقت. وهنا هيجي شويه نصايح كده تساعدك ان شاء الله ان انت تتطور وتوصل لليفل كويس وتقدر ان انت تحقق التارجت بتاعك. اول نصيحه ان ده الشهر اللي انا بقول للناس فيه اشربوا جزء من سعراتكم، مفيش مشكله، سواء كان شرب السعرات ده عن طريق ان انت تعمل شيكس بنفسك، تجيب مثلا شوفان وتحط عليها فواكه وعسل وبينات باتر وشويه بروتين باودر الى اخره، وتعمل شيكس تشربها تسهل عليك استهلاك السعرات الحراريه، او عن طريق ان انت تستخدم ماس جينر. وده الشهر الوحيد اللي انا بقول للناس اللي سعراتها عاليه ومش قادره تكملها استخدم ماس جينر في شهر زي ده، هيبقى اسهل واريح لمعدتك بكتير. فاذا ده بالنسبه للجزء الخاص بالحاجات اللي انت ممكن تشربها. حاول ان انت تحط كميه كارب كويسه جدا حوالين التمرين، 60% من الكارب بتاعك، ووزع الكارب على بقيه مدار اليوم. لقيت نفسك ان انت مش قادر تكمل بقيه الكارب، قلل الالياف شويه وزود الفاتس شويه في الاكل بتاعك، الدهون الصحيه هتساعدك بشكل كبير قوي ان انت تملى السعرات الحراريه. لكن خلي جزء كبير من النشويات، على الاقل جرام لكل كيلو جرام من وزنك قبل وبعد التمرين. ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت ادائك يكون كويس والريكفري بعد التمرين يكون في افضل حال. مع شرب الميه وشده التمرين هيبقى رمضان زيه زي اي شهر في الدنيا. طيب نيجي للجزء بتاع خساره الوزن. الناس اللي هي بتحاول ان هي تخس في رمضان، رمضان شهر سهل جدا 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 لخساره الوزن، لكن في حاجه لازم تراعوها، هو ان انتوا تبعدوا عن العك. والكلام ده برضو للناس اللي بتعمل بالكينج. لو انت شايف ان انت مش قادر تكمل سعراتك ما تحاولش تكملها بالعك، انت كده مش بتفيد نفسك. ايه اخبار الاكل بقى دلوقتي؟ العشاء برضو زي زمان؟ في تفاصيل يعني؟ لا التفاصيل قلت خالص عن الاول خالص. يعني طاجن؟ لا 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 لا, لا ما خلاص طواجن بطبط ده خلاص دلوقتي، ورز ابو كلاوي لا 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 لا. امال يعني ايه دلوقتي يعني لا 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 دلوقتي في حاجات تانية. لا بالحق يعني بالحق. فتة بالليل بالليل يا روحي حبيبي. الشخص اللي بيحاول يخس او بيحاول ان هو يخسر وزن، الموضوع سهل جدا في رمضان بسبب بقى ضيق الوقت، عكس الشخص اللي بيحاول ان هو يعمل بالكينج. لو اعتمدت على الاكل اللي سعراته قليله وحجمه كبير زي الفواكه، الخضروات، الالياف، وضفت ليها كميه بروتينات كافيه في كل وجبه، هتشبع بشكل كبير جدا. بس حاول قدر المستطاع ان انت تبعد عن السناكينج في رمضان. ابعد عن السناكس، خليها وجبات كامله متكامله. ولو اضطريت ان انت تسناك بسبب الجوع، خليها حاجه هول فود، يعني كل مثلا ثمره فاكهه، بروتين الى اخره. لكن السناكسات والتلقيط والمكسرات ورمضان والزبيب والقطايف والكلام ده فاكس. الشخص اللي بيحاول يخسر وزن، ابعد تماما عن شرب العصاير، مش افضل حاجه ليك، كميه سعرات كتيره جدا سايله، واحنا بنحاول ان انت تفضل شبعان عشان تفضل مستمر وملتزم قدام الكوارث اللي انت بتشوفها في الاكل في الشهر. هيحصل ايه لو سقينا القشطوطه كريم بورليه؟ هيحصل امبلي. اذا حاول قدر المستطاع ان اكلك يبقى سوليد فود، تاكل اكل صحيح. اعمل ده وابتدي ان انت لو عايز ان انت تاكل من الحلويات في رمضان الى اخره، هتعرف ده في الجزء بتاع العزومات والحاجات التانية في اخر الفيديو. ولو وصلتوا لحد هنا وحاسين ان اللي بيتقال حاليا مفيد ليكوا هيساعدكوا،
اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو وكومنت سريع، لان ده بيعرف الالجوريثم ان ده فيديو مهم وبيساعد على انتشاره. طيب نيجي بعد كده لموضوع شرب الميه. انا هديك منهج لو طبقته ان شاء الله تشرب ميه كافيه في رمضان. اكسر صيامك على ميه، اشرب ما بين لتر الا ربع للتر على كسر الصيام، كل جنبيها بلح، اعمل اللي انت عايزه، بس اكسر صيامك على شرب ميه. لما تروح صلاه التراويح خد معاك ازازه لتر ونص واشرب منها بعد التسليمات. صلاه العشاء والتراويح الى اخره، بمجرد الانقضاء من الصلاه ان شاء الله هتلاقي الازازه دي خلصت. ومعاك من انتهاء صلاه التراويح لحد اذان الفجر تقدر ان انت تشرب كميه ميه كافيه زياده، لو لتر ونص تانيين هتلاقي نفسك في انتهاء اليوم ما بين 4 ل 5 لتر، ودي نسبه مناسبه جدا جدا في شهر رمضان. هيبقى عيبها الوحيد ان انت يعني هتبقى عايز تخش الحمام كتير في فتره المساء. كده كده النوم في رمضان بالليل ما بيكونش اظرف حاجه، وهنتكلم عنها في الفتره دي، لكن هو ده السايد افكت الوحيد اللي ممكن افكر فيه في الموضوع ده. لكن غير كده انا شايف ان هي هتبقى حاجه كويسه جدا جدا باذن الله. لو انت من الناس اللي بتتمرن قبل الفطار فما بتشربش ميه اثناء التمرين، هرجع اقول لك نفس الكلام اللي قلته للاشخاص اللي بيتمرنوا قبل الفطار تاني. ركز ان الديهايدريشن وقله شرب الميه مش حاجه حلوه خالص، هو اصلا خطر ليه؟ فقدان 2% من وزن جسمك من الميه بيؤدي الى ان انت اول حاجه الاسترنس او القوه بتاعتك بتقل حوالي 5%، وده رقم كبير. ده بجانب ان انت بتبقى عرضه للاصابات، بتبقى عرضه لانخفاض الضغط، الدوخه، الصداع الى اخره. فاذا في اعراض جانبيه لو سمحت ان انت تحس بيها، اتمنى ان انت تقلل شده تمرينك قبل الفطار. يعني يمكن هو ده الوقت الوحيد اللي بقول للناس فيه قللوا شده التمرين بتاعتكم في شهر رمضان. غير كده انا شايف ان شهر رمضان زيه زي اي شهر في السنه الصراحه. هقوله لكم دلوقتي، هي حاجه هتساعدكم ان انتوا تاخدوا ثواب، وفي نفس الوقت هتقدروا ان انتوا تستخدموا الكارديو، توظفوه بشكل كبير جدا في رمضان. الناس اللي بتلعب كارديو في شهر رمضان وبتتمرن بعد الفطار، الكارديو بتاعك بعد تمرينك، ودي حاجه ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب الناس اللي بتتمرن قبل الفطار، حاول ان انت التمرين بتاعك بتاع الكارديو يكون ميديوم انتنستي للو انتنستي، يعني شدته متوسطه او منخفضه. ما تحاولش ان انت تلعب هاي انتنستي كارديو، غلط. انا بقول لك ده غلط غلط غلط، وهيضرك مش هيفيدك، فابعد عنه قدر المستطاع. لو انت عايز تعمل حاجه تاخد بيها ثواب وفي نفس الوقت تحرق بيها سعرات، حاول ان انت تقلل من مدة الكارديو بتاعتك وتزود خطوات ستيبس تمشيها على مدار اليوم. وتمشيها ازاي؟ تمشيها للمساجد. سيروا للمساجد يا جماعة، هتاخدوا الثواب بتاع السير للمسجد وفي نفس الوقت هتستفيدوا بان انتوا بتحرقوا سعرات. بس خلي النية ان انت بتسير للمسجد من اجل الثواب بتاع السير للمسجد. نظريا كده بدل كل 10 دقائق من الكارديو بتوعك ب 2000 خطوه بتمشيها على مدار يومك. وممكن تبدل الكارديو بتاعك كله بخطوات لو مده الكارديو اللي انت بتلعبها قليله، وتبتدي ان انت توظف ده تبقى حاجه بتوظفها في طاعه الله، حاجه جميله، حاجه بتعملها في منتهى الروعه. هتلاقي ان الشهر الكريم انتهى بيك، انت بقيت صحيا احسن، وان شاء الله لميت ثواب كبير، وربنا يعني يلهمنا من الثواب اللي انت هتاخده على مدار الشهر. تعالوا بقى نتكلم مع بعض عن المكملات في شهر رمضان الكريم. هنقسمهم لجزئين، مكملات اساسيه ومكملات فرعيه. المكملات الاساسيه هي اول حاجه الكرياتين بلا منازع، وما تسمعش كلام اي حد يقول لك الكرياتين وما بتشربش ميه كفايه، الكلام ده كله كلام فارغ ملوش اي اساس من الصحه. خد الكرياتين في الميعاد بتاعك اللي بتاخده فيه قبل التمرين او بعد التمرين، يفضل بعد التمرين مع وجبه فيها نشويات. لو بتاخده قبل التمرين عادي، ولو بتاخده انترا ورك اوت كمان في التمرين برضو عادي، مفيش اي مشكله. البروتين لو انت مدخله ضمن احتياجك من الاكل فهو هيبقى مكمل اساسي بالنسبه لك في رمضان. انا ما بعتبروش مكمل في الوقت ده، هو حاجه بتكمل بيها سعراتك الحراريه. الفيتامينز هتبقى كويسه جدا، وخصوصا لو ما بتاكلش كميه خضار كافيه. وحاجه زي الاوميجا 3 وفيتامين دي، دول هيساعدوك بشكل اساسي، وهي مكملات اساسيه احنا بنستخدمها بطبيعه الحال. مش لازم كازين في شهر رمضان. انا هقول لك شويه كلام هيبدو غريب عليك. اولا، مفيش اي حاجه بتأيد صحه الابحاث اللي بتقول ان الكازين اصلا حاجه محبذه بالليل. الدراسات اللي اتعملت على الكازين كانت كالاتي: اولا، كميه البروتين فيها مش متساويه، والناس اللي كانت بتتناول الكازين كانت كميه الكازين بتاعتهم مضافه للسعرات الحراريه بتاعتهم، فكانوا في نهايه اليوم بياكلوا او بياخدوا
بروتين، اجمالي كميه بروتين اكتر من الناس اللي ما بتتناولش كازين. طبيعي ان انت تلاقي بطبيعه الحال ان الناس دي كان معدلات تخليق البروتين او البروتين سينسز عندهم اعلى من الفئات التانية. طيب هتيجي تقول لي طب ما هو من الوارد ان لو كميه البروتين تساوت ان هم يلاقوا فايده للكازين. طيب هو الكازين مش مجرد بودر، في حاجات كتير فيها كازين. انت لو جبت شويه لبن وضفتهم للبروتين بودر هتبطئ امتصاصه لو انت بتستخدم بروتين. ما عندكش بروتين كل جبنه قريش، ما بتحبهاش كل زبادي يوناني. في حاجات كتير تقدر ان انت توظفها على السحور بتاعك عشان تسهل على نفسك. وحاول ان انت في السحور بتاعك دايما كده، بحب اقولها للناس، خلي سحورك فيه من الاكلات اللي جواها ميه. الخيار، السنه دي مفيش بطيخ للاسف، يعني مش عايز اقول لكم قد ايه الموضوع ده حاسس في نفسيتي، لكن حاول تعتمد في اكلك بتاع السحور جنب البروتينات بطيئه الامتصاص على اكلات فيها ميه عشان الشعور بالعطش على مدار اليوم. في مكملات فرعيه، الماس جينر للناس اللي هي بتكمل سعراتها الحراريه ومحتاجه تشرب جزء من سعراتها. البري ورك اوتس، يعني انا ما بحبس ان انت تاخد مكمل بري ورك اوت صريح عشان الكافيين في الوقت، يعني هو اوريدي النوم بيبقى مش افضل حاجه وكميته مش اطول فتره ممكنه، فتضيف لده كمان كافيين بالليل تاثر على جوده نومك. انت بتتكلم في حاجه ممكن تقعد لحد 12 ساعه في مجرى الدم، دي حاجه جينيه بحت، مش عايزين نخوض في القصه دي، لان قدره تخلص جسمك من الكافيين هي بتختلف من شخص لتاني، بتتراوح من 6 ل 12 ساعه، الرينج واسع جدا وبتختلف طبقا لنوع معين من الجينات. ومش عايز اخوض في القصه دي زي ما بقول لكم، ممكن نبقى نعمل لها فيديو منفصل ونتكلم عن مين الناس اللي عندها الجين فاريانت اللي بيساعد ان جسمها يفضل محتفظ بالكافيين او الكافيين يفضل ليه افكت عليه لمده زمنيه طويله، فدي خليها لوقتها. طيب نستعوض عن ده بايه؟ عايز تعمل بري ورك اوت بنفسك لو انت محتاجه، هات سترولين ماليت وهات بيتا الانين واعمل انت المكمل بتاعك بنفسك. دي حاجه مش محتاج ان انت يضاف ليها كافيين، واتمرن واشرب ميه كويس، ده كافي جدا. في بقى مكمل سحري لخساره الوزن في رمضان. قبل ما اتكلم عن المكمل ده، في سايد افكتس بتظهر عند مجموعه من الناس. المكمل ده هو اليوهمبين HCl، وليه طريقه استخدام محدده هي كالاتي. ما ينفعش ان انت تاخد المكمل ده غير وانت صايم، مش هتاخده وانت صايم، يعني هتاخده قبل الفطار، مش هنفطر على يوهمبين، يعني مش هنضيع صيامنا. لا، هو فين الضحك؟ فين الضحك يا جماعه؟ مش يا ضحك يا ضحك. ايوه تعال امسك، في حاجه فاتتك بس. مش جايه يا بودي، ما جاتش. لا، اللي هيحصل كالاتي: هتفطر على ميه وتاخد معاها اليوهمبين HCl وتفضل ما بين 30 ل 45 دقيقه ما تاكلش، وبعدين تمارس الكارديو بتاعك، وبعد كده تاكل اول وجبه بعديها. طبعا السيناريو ده غالبا مش هيبقى مناسب غير للناس اللي عندها مكان كارديو في البيت، او الناس اللي هي هتروح تتمرن من غير ما تاكل خالص، او يبقى مناسب ليك في يوم راحه من التمرين وهتاخر ميعاد فطارك شويه في سبيل ان انت تعمل ده. غير كده المكمل ده مش مناسب لاي حد. الجرعه بتاعته هي 0.2 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزنك، بس ما تبتديش بالجرعه دي مباشره، لان الجرعه دي عند اغلب الناس بتعمل سايد افكتس كتير قوي، نوزيا، وتحس ان انت عايز ترجع ودايخ ومش قادر وهمدان وعامل زي الزومبي وحاجات كتير جدا. فابتدي ب 0.1 وزوده تدريجيا لما تبتدي ان انت تبني توليرنس ليه، لما تبتدي ان انت تتعود عليه لحد ما توصل لحد ال 0.2. لو سمحت ما تعديش ال 0.2، لان المكمل ده بيؤدي لارتفاع ضربات القلب. المكمل ده ستيمولنت محفز، بس بيشتغل بشكل مختلف شويه عن الكافيين، لكن بيؤدي لزياده ضربات القلب وبيؤدي لزياده البلاد بريشر لو الجرعات بتاعته زادت عن المظبوط. فاقرا الجرعه بتاعته كويس، لان اغلب حالات الوفيات اللي حصلت من المكمل ده هي نتيجه ان الناس قرت الجرعه بشكل خاطئ واخدت دوز غلط. فلو سمحت اقرا الجرعه كويس. هكلمكم بقى عن نقطه مهمه جدا، وهي حاجه انا بقولها في كل شهر رمضان: النوم في شهر رمضان. لو النوم هيلهيك عن العباده ما تنامش. ما تقوليش اصل انا المفروض ان انا انام من 8 ساعات، من 7 ل 8 ساعات ومش عارف ايه وعضلاتي. طز في عضلاتك. رمضان شهر في السنة، هو شهر الهدف منه العبادة. انت بتدرك رمضان عشان تفوز، ولو ادركت شهر رمضان وما فزتش فقد يعني خاب وخسر. خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. فيعني ده
الفوز العظيم في الشهر ده هو ان انت تستغله في العباده. لو النوم هيلهيك عن العباده ما تنامش، حاول ان انت قبل الفطار كل ما تقدر تنام لك شويه، اخطف لك شويه نوم، لو ده مش هيلهيك عن صلاه او ذكر. بعد الفطار نفس الكلام، كل ما تقدر تخطف لك شويه نام. ما اقدرش اديك اي ريكومنديشن ولا اي اقول لك اعمل 1 2 3 4 في النوم، ظبطه على حسب طبيعه حياتك وخليه ما يلهكش عن العباده. هي دي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اقولها لك. دي بقى لاخر نقطه في الفيديو بتاعنا. اخر نقطه في الفيديو بتاعنا هي اختراعات رمضان والعزومات. انا هقول لكم انا بعمل ايه في السيناريو ده، وانتوا ليكوا مطلق الحريه. دي النصيحه اللي انا بنصح بيها الناس اللي بتتابع معايا اونلاين. طبعا لو انت حابب ان انت تغير من نفسك، او حابب ان شهر رمضان ان شاء الله تطلع منه باكبر استفاده من حيث بناء العضلات او خساره الوزن، تقدر تبعت لي رساله على الانستجرام مكتوب فيها كلمه تدريب. بمنتهى الاختصار بالنسبه للاختراعات بتاعه رمضان، لو انت من الاشخاص اللي هي بتتاثر فيجوالي عن طريق الرؤيه، بان هي بتشوف حاجه بتشتهيها بتبقى عايزه تاكلها مش قادره، ابعد عن الفرجه عن الفود بلوجرز في رمضان. قدر المستطاع ما تتفرجش على الناس دي، هتتضرر مش هتستفيد. طيب لو انت عادي ما عندكش مشكله، اتفرج عليهم وابتدي تشوفهم بيجربوا ايه، واعمل كده زي ما هم. شوف دلوقتي هم بيعملوا حاجه كده على النت اسمها دوري ال16 بتاع الاكل، بيقعدوا يجيبوا الاكل ويجيبوا مش عارف المحشي قصاد الكشري ويقعدوا يصفوا ما بينهم ومش عارف. مضغوط. وهنا بقى في سؤال مهم، ما جاش المضغوط. يعني احنا بدلنا المضغوط بكشري بالكشري. ده انا كنت لسه عايز اتعرف عليه. هو ايه المضغوط ده؟ مضغوط ما عندوش وقت ما عرفش يجي. لا تن انا كانت طلعت 10. بس فهمني ايه المضغوط ده، ما اعرفوش. ده بيبقى فراخ بتتعمل مع رز في حله الضغط بقى، وبيقعدوا مع بعض مع خضار مع بتاع ايه كده، ورق عنب. ورق عنب. اوكي كشري. احنا دلوقتي هنشوف ايه اللي جه. هنشوف نرجع لكم بالمباراه الجاهزه. تمام كده لحد ما يوصلوا في الاخر لافضل حاجات. سيب الناس دي تصفي كل حاجه وتعرف فعلا من الريكومنديشنز ايه الحلو وايه الوحش. هتوفر فلوسك، هتوفر سعرات حراريه، ومش هتلاقي نفسك ان انت في الاخر عملت حاجه ندمت عليها. بل بالعكس، تقدر انك تعمل ده مرتين في رمضان، مره في نص الشهر ومره في اخر الشهر. تجرب اكتر حاجتين حصل لهم ريكومنديشن. والله لو وصلت لاخر الشهر ولقيت ان الحاجه اللي انت جربتها في نص الشهر كانت هي افضل حاجه ومش محتاج غيرها، يبقى الحمد لله جت من عند ربنا وانت اللي استفدت. غير كده ما انصحكش باي حاجه تانية تعملها في موضوع الخزعبلات دي. ابعد عن الكلام ده، والله ما هينفعك، هيضرك على الفاضي. وكده كده زي ما بقول لكم هيبقى في ريسبس كتير ان شاء الله، وهنحاول نصطاد حاجات من اللي هم بينزلوها دي ونعمل لكم ليها بدائل صحيه بالسعرات الحراريه. يلا اي خدمه. طيب بالنسبه للعزومات في رمضان، لازم نقسم الموضوع ده ل3 سيناريوهات. السيناريو الاول هو ان انت قاعد مع ناس ما عندهمش مشكله ان انت تاكل اكلك، ودول غالبا هيبقوا اقرب المقربين اليك، فعادي جدا كل اكلك واستمتع بالصحبه واللمه. هي دي الاساس في رمضان، وهي دي الحاجه الجميله ان انتوا قاعدين مع بعض على ترابيزه واحده وبتاكلوا، مش لازم تبقوا بتاكلوا نفس الاكل. بالنسبه للناس القريبين منك، يعني اقل من درجه القرابه الاولانيه شويه بس ليك عليهم، يعني انت رايح معزوم مثلا، بدل ما انت قاعد بتاكل مع ابوك وامك مثلا رايح عند جدتك، فتقدر تقول لها تيتا او يا حماتي او يا اي حد من الناس حبايبنا الناس الكبيره اللي احنا بنحبهم دول اللي يعني ربنا يخليهم لنا، انا عايزكم تعملوا لي النهارده كذا كذا بالشكل الفلاني. اللهم صل على النبي. انت فاتحه مصمت ولا ايه يا مدام نعمه؟ لا يا اخويا، ده اكل الاسبوع بس برضه ما يغلاش عليك، لازم تدوق. لا انا شبعان ومش قادر. ادم حسام ابني ابدا ما ينفعش. لا على ايه؟ حسام عامل حس في البيت برضك. بس انا زعلان منك يا مدام نعمه. 23 مره اتصل بيك وما ترديش. اصلي الحوار بتاعت ابو حسام اتاخرت شويه، معلش. مسقعه دي ولا ايه؟ وبالفلفل، وعمرك ما دقت زيها. يا عيني يا عيني. تسلم ايدك بصحيح. هيتبسطوا جدا جدا، هيبقوا بيعملوا لك الحاجه وهم طايرين من الفرحه. قولوا لهم مثلا راعوا شويه الزيت، راعي شويه مش عارف ايه، على حسب بقى نظام الاكل بتاعك الى اخره. هيعملوا لك اللي انت عايزه وهيبقى طعمه حلو، وهتبقى قاعد في وسطهم وكل شويه هيسالوك عن رايك في الاكل، وهتبقى في منتهى السعاده وهم في منتهى السعاده، ومش هتفوت لحظه حلوه في الشهر الكريم. ده السيناريو الثاني. السيناريو الثالث هو ان انت هتروح عزومه مع ناس بتاعت شغل، صحاب بره الى اخره، بس حاجه لازم تاكل من الاكل اللي موجود بره. اذا لو الحاجه دي انت عارف وقتها، ابتدي هيئ ليها، قلل سعراتك في خلال الاسبوع في اتجاه العزومه دي،
واقعد كل بسيكونس مظبوط، بترتيب مظبوط. ابتدي اول حاجه بالبروتينات والالياف، كل منها كميه كبيره جدا جدا لحد ما تبقى خلاص قربت تشبع. بعد كده كمل بالباقي بالنشويات. ولو هتحلي في الاخر بلاش يعني ايه تتطافس وبلاش تحف زي ما بنقول بالمصري بتاعنا كده. دوق كده وخلاص، هتبقى استمتعت مع الناس وما حسستش اي شخص بان انت شخص غير مرغوب فيه او ان انت مش حابب قعدتهم ولا متضايق منهم ولا الى اخره، لان ده بيسيب انطباعات وحشه قوي عند الناس وبيحسسهم ان هم بيعملوا حاجه غلط. هم ما بيعملوش حاجه غلط، انت ليك حياتك وهم ليهم حياتهم، وكل واحد ليه اهدافه اللي هو عايز يوصل لها. فبمنتهى الاختصار كلنا نراعي بعضنا، وهو ده المطلوب في شهر زي ده، ان يبقى دايما كده كلنا متسامحين ومبسوطين وكل الناس قاعده مع بعضها في منتهى السعاده، وكل واحد يعني بيحاول قدر المستطاع ان هو يبسط اللي قدامه. فدور على الحاجه اللي بتخلي اللي قدامك سعيد ومبسوط واعملها ايا كانت ايه هي. بس في نفس الوقت زي ما بقول لك كده ما تشتغلش نفسك. يديك رومي الفجر وعندك مشاكل، امال يا اختي لو ما عندكيش مشاكل كنت هتاكلي ايه؟ زرافه فين؟ ما تقولش عشان انا رايح يعني خلاص بقى هاكل بره هخربها، لا، خلي كل حاجه في الدنيا بالعقل وبالاعتدال، والله هتبقى الدنيا حلوه وزي الفل. هنبه عليكم على حاجه قبل ما انهي الفيديو، العصاير الرمضانيه والتمر. التمر جميل وزي الفل بس مليان سعرات حراريه، فيعني ما تقعدش تاكل حبه من التمر، يعني تمرايه ل3 تمرات تكسر عليهم صيامك كفايه. لو انت شخص سعرات الحراريه تسمح له بده وبتعمل بالكنج لاخره وعايز تاكل مثلا 5 ولا 7 دي قصه ثانيه، لكن الشخص الطبيعي ما تاكلش اكتر من كده. ابعدوا عن شرب العصاير. العصاير كلوا الفاكهه، بتحب الفاكهه كل الفاكهه. العصاير ما هي الا كميه كبيره جدا من الفاكهه وتضاف ليها سكر. هتقولي طب ما اوقات ما بيتضافش ليها سكر، هقول لك برده كميه كبيره جدا من الفاكهه اتشال منها جزء كبير جدا 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 من الالياف، ما بقتش مشبعه وما بقاش ليها الساتايتي افكت او الشعور بالشبع اللي انت هتاخده منها لما تقعد تاكلها. فكره ان انت تقعد تمضغ الاكل وتبلع الاكل طول المده دي لوحدها بيؤدي الى عمليه الشبع، لان بمنتهى الاختصار انت ما بتشبعش بمجرد ما تاكل. في عمليه بتحصل واشارات لازم تروح من معدتك لمخك ودنيا بتحصل جوه كده لحد ما انت تشعر بالشبع. فتبطيء عمليه الاكل ودي حاجه عامه اعملها في كل حياتك، حاول ان انت تاكل بالراحه، كل بالراحه كده وامضغ الاكل على مهلك، ده هيساعدك بشكل كبير انك تشبع، وده عنصر مش موجود في العصاير. الناس اللي بتعمل بالكينج وعايزه تضيف عصير ليومها ضيف عصير مفيش مشكله، انا بتكلم على الناس اللي هي بتحاول ان هي تخسر وزن. اتمنى ان الفيديو ده يكون لم لكم كل التساؤلات اللي بتدور في بالكم عن التمرين في رمضان. لو في نقطة مش واضحة بالنسبة لكم أو مش عارفينها زي مثلا بالنسبة لشدة التمرين، أنا ما اتكلمتش فيها باستفاضة لأن هي ما فيهاش استفاضة. بمنتهى الاختصار رمضان شهره زي أي شهر، ما دام واكل وشارب اتمرن بنفس الشدة. لو هو معدي لود ليك اعمل دي لود، لو هو معدي لود ومعدي لود معناه ان في علامات تقول ان في ديلود، مش انت حاطط ميعاد للديلود لان ده كلام فارغ. يعني بعد 6 اسابيع تقوم قايل انا هعمل ديلود في الاسبوع السابع بدون اي كده سابق انذار، انت مش عارفك ان انت بعد 6 اسابيع محتاج ديلود اصلا، ده كلام فارغ. فاذا لو انتوا برضو بعد كل النقط اللي انا اتكلمت فيها دي حاسين ان في اي حاجه هربانه تايهه منكم انا ما غطيتهاش، احنا هنعمل اسبوعيا Q&A على البلاتفورمز التانية، تسيبوا لي فيها اسئلتكم، غالبا هتبقى على الانستجرام، تسيبوا لي فيها اسئلتكم وهاخدها كده وارد عليها سؤال واجابه في يوم هنحدده مع بعض، هنختاره مع بعض في الستوري بحيث انه يبقى مناسب للناس كلها. غالبا هيبقى يوم جمعه ان شاء الله، نقعد نعمل كده اسئله واجوبه ونرد على كل اسئله الناس، بحيث ان انتوا اول ما يجي في بالكم سؤال كده تكتبوه في ورقه كده يعني دايركت كده وتقعد تخزنه لحد ما يجي ميعاد الQ&A ونشتغل. انا هعمل واحد قبل رمضان عشان ينزل على طول في رمضان ان شاء الله، فانتظروه قريب جدا. خليكم متابعين للستوريز. لو وصلتوا لحد هنا وما عملتوش لايك او شير للفيديو او ما عملتوش اي شكل من اشكال التفاعل عليه اعملوا تفاعل، يعني حاجه كده هتساعد ان الواحد تبقى نفسه مفتوحه كده على كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وقولوا لي رايكم في السيت اب كده الجديد والاضاءه والكواليتي بتاع التصوير. الفيديوهات الجايه ان شاء الله كلها هتبقى بنفس الدرجه من البروفيشناليزم زي ما هم بيقولوا. يعني انا بحاول قدر المستطاع ان انا اتعلم اضاءه على قد كده بحيث ان انتوا يبقى عندكم تجربه بصريه كويسه، واتمنى برضو ان التجربه السمعيه تكون كويسه. بحاول قدر المستطاع ان ما اتكلمش انجلش في الفيديو، ويعني حتى لو قلت مصطلح بالانجليزي غصب
غصب عني بحاول ان انا اعيده بالعربي بعده، عشان يعني انا بيجي لي انتقادات كتير بسبب الموضوع ده، بس والله ما بايدي، دي حاجه غصب عني، لان هي دي اللغه اللي بندرس بيها للاسف الشهادات كلها، فبيبقى بطبيعه الحال انت بتقول الكلام ده غصب عنك. فيعني لو حصل ده مني بدون قصد اعذروني، ولو في حاجه مش فاهمينها اسالوني في الكومنتات، ولو عندكم اي اسئله برضو سيبها لي في الكومنتات، ممكن اخد برضو من لو لقيت سؤال يعني انا حاسس ان هو هيبقى مفيد للناس هاخده برضو واضيفه الموضوع الاسئله والاجوبه. هو الهدف من الموضوع ده كله ان انتوا كلكم تستفيدوا. فلو استفدت شير الفيديو مع صديقك، ولو ما فعلتش جرس التنبيه او ما اشتركتش في القناه لحد دلوقتي اعمل ده. كان معاكم دوله من دوله فيتنس جايد، واستنوني في الفيديو الجديد، ورمضان كريم عليكم.